السلام عليكم أبطال سنة رابعة ابتدائي. هنكمل درس الدراسات الاجتماعية اللي هو اسم الدرس الأماكن والاتجاهات حولنا. تمام. المرة اللي فاتت أخدنا جزء صغير جدا ومفهوم البسيط لمعنى كلمة دراسات اجتماعية. طيب احنا عندنا الأماكن والاتجاهات حوالينا يعني في حاجات مهمة لازم أكون عارفها طالما هدرس مادة الدراسات الاجتماعية. ايه هي؟ اول حاجة ان عندي حاجة اسمها الجهات الاصلية. عندي جهات اسمها الجهات الاصلية. ايه الجهات الاصلية؟ شمال، جنوب، شرق، غرب. شمال، جنوب، شرق، غرب. شمال، جنوب، شرق، غرب. شمال، جنوب، شرق وغرب. تمام. طيب انا لو واقف هنا، لو انا ده، تمام، لو انا الشخص ده انا اللي واقف هنا، هيبقى قدامي ايه؟ قدامي على طول الشمال، ورايا ايه؟ الجنوب، يميني في ايه؟ في الشرق، شمالي في ايه؟ في الغرب. تمام. يبقى انا الجهات الاصلية اللي عندي شمال، جنوب، شرق وغرب. شمال، جنوب، شرق وغرب. طيب دول بس؟ لا، في حاجة تانية اسمها الجهات الفرعية. يعني ايه الجهات الفرعية؟ يعني انا دلوقتي انا قلت هنا، لو انا واقف هنا وعايزه اروح الناحيه قدام كده، همشي كده يبقى ده اسمه شمال. لا، عايزه امشي يمين يبقى ده اسمه شرق. لا، عايزه ارجع لورا يبقى ده اسمه جنوب. لكن انا هنا انا مش عايزه امشي كده ولا عايزه امشي كده، انا عايز هنا. انا مش عايز كده ومش عايز كده، انا عايز الجزء ده. يبقى ده اسمه ايه؟ شمال شرقي. شمال شرقي. بصوا عشان تبقوا عارفين بالنسبه للجهات الفرعيه، الكلمه دي والكلمة دي، الجهة دي والجهة دي هي اللي بتخلينا اتكلم. يعني ايه؟ يعني ببدأ بيها الكلام في الجهات الفرعية، ببدأ بيها الكلام. يعني هقول ايه؟ هقول شمال شرقي، شمال غربي. جنوب شرقي، جنوب غربي. لكن ما ينفعش اقول شرق جنوب، لا. الجهة دي والجهة دي، الشمال والجنوب، هما اللي بيخلوني اتكلم. فبقول شمال شرقي وشمال غربي، جنوب شرقي وجنوب غربي. تمام. طيب انا هنا لاحظت ايه؟ ان ما بين كل جهتين اصليين، مش احنا قلنا ان الجهات الاصليه شمال، جنوب، شرق، غرب؟ تمام. ما بين كل جهتين اصليين في ايه؟ في جهه فرعيه. ما بين كل جهتين اصليين في جهه فرعيه اهو. دول اصليين، الشرق والجنوب دول اصليين، في ما بينهم جهه ايه؟ فرعيه. الجنوب والغرب هم اصليين، لا ده في ما بينهم جهه ايه؟ فرعيه. تمام الجزئيه دي؟ تمام. طيب هنا بيقول لك ايه؟ طرق وادوات تحديد الاتجاهات. انا دلوقتي لو حصل اي ظرف ولقيت نفسي في الصحراء ومعيش طبعا GPS، هعمل ايه؟ لازم اتصرف. زمان بقى كانوا بيتصرفوا عن طريق ايه؟ عن طريق 3 حاجات. اول حاجة منهم الشمس. تمام. بيقفوا ويشوفوا الشمس هتشرق منين. احنا الشمس بتشرق من الشرق، تحفظها كويس. الشمس بتشرق من الشرق، تمام، وبتغرب منين؟ من الغرب. يبقى الشمس بتشرق من الشرق وبتغرب من الغرب. سهلة ما فيهاش حاجة. طيب يعني انا لما ببقى واقف في الصحراء، انا واقف اهو، تمام، لقيت الشمس ظهرت هنا، يبقى انا بدل ما كنت واقف كده، لا انا هقف كده. انا واقف هنا ليه؟ علشان الشمس اهي، الشمس بتاعتي ظهرت هنا، وانا عارف ان الشمس بتشرق منين؟ من الشرق. فانا هنا هيبقى قدامي ايه؟ الشرق. يميني في ايه؟ في الجنوب. شمالي في ايه؟ في الشمال. ورايا في ايه؟ في الغرب. تمام. الدنيا ما بقتش زي الاول. انا قلت لو واقفه هنا هيبقى قدامي الشمال، ورايا الجنوب، يميني الشرق وشمالي الغرب. لكن لو انا واقفه اشوف الشمس بتشرق من الشرق، يبقى الاتجاهات كده هتختلف. هيبقى يميني جنوب، شمالي شمال، ورايا غرب. تمام. طيب ده ايه؟ كانوا بيعرفوا اتجاهاتهم من الشمس. ده اول ايه؟ اول طريقه كانوا بيعرفوا منها ايه؟ اتجاهاتهم. اول ما يقفوا كده ويشوفوا الشمس بتطلع، يبقى احنا كده، ده الشرق بتاعنا. لو مشينا كده يبقى احنا رايحين ناحيه الجنوب. لو مشينا كده نبقى رايحين ناحيه الشمال. طيب ايه الطريقه التانية؟ طب افرض هما بالليل هيفضلوا قاعدين لحد تاني يوم لحد ما الشمس تطلع؟ لا، اكتشفوا طريقه جديده اسمها النجم القطبي الشمالي. ايه النجم القطبي الشمالي ده؟ نجم لامع مميز بيظهر في السماء، تمام،
وبيبقى اتجاهه دايما الى الشمال. تمام؟ يعني هم واقفين بالليل في الضلمة خالص، اول ما يشوفوا النجم اللامع المميز ده، اسمه ايه؟ اسمه النجم القطبي الشمالي. من اسمه كده اعرف ان هو بيظهر من اتجاهه ايه؟ يبقى اتجاهه الشمال، اتجاهه الشمال. تمام؟ ده ايه؟ النجم القطب الشمالي. يبقى احنا هنا الشمس اتجاهها بتشرق من الشرق وبتغرب من الغرب. النجم القطب الشمالي بيظهر امتى؟ بيظهر بالليل، وهو نجم لامع مميز بيشير دائما الى ايه؟ الى الشمال. تمام؟ وده بيدل على ايه؟ على براعة القدماء المصريين في علم الفلك. دي برضو مهمة ونحفظها. يبقى ان هم عرفوا الصبح يعرفوا الطريق ازاي او الاتجاهات ازاي، وبالليل يعرفوا الاتجاهات ازاي، فده بيدل على براعة القدماء المصريين في علم الايه؟ في علم الفلك. طيب ايه الطريقة الثالثة؟ الطريقة الثالثة اسمها البوصلة. ايه البوصلة دي يا مس ريهام؟ هي أداة كده بتحتوي على إبرة مغناطيسية. هي حاجة مدورة كده وفيها ايه؟ علامات كده، وفي النص ابره شبه الساعه كده شويه، وفي النص ايه؟ ابره مغناطيسيه. بيمسكوا الدايره دي ويفضلوا ايه؟ يحولوا فيها كده، يحولوا فيها كده يمين وشمال، يمين وشمال، يمين وشمال، لحد ما الابره تقف في مكان معين. المكان اللي بتقف عنده ده اسمه الشمال. اول ما الابره المغناطيسيه البوصله، اول ما نمسك البوصله والابره تقف، يبقى هي كده وقفت عند الشمال. يبقى انا عارف ان انا كده واقف اتجاهي شمال. وطالما انا بقى اتجاه انا واقف كده الشمال قدامي، يبقى انا خلاص عارف ورايا ايه ويميني ايه وشمالي ايه وشمالي ايه. تمام؟ دي البوصله. طيب في بقى بوصله جديده بقى اللي بقت على موبايلاتنا، اسمها ايه؟ البوصله الرقميه. ايه البوصله الرقميه دي؟ دي موجوده في الهواتف الذكيه اللي هي ايه؟ الموبايلات بتاعتنا. ايه هدفها؟ تحديد الاتجاهات بسرعه ودقه اكبر. يبقى البوصله الرقميه اللي موجوده على الموبايلات ايه اهميتها؟ لتحديد الاتجاهات بسرعة ودقة أكبر. لتحديد الاتجاهات بدقة وسرعة أكبر. تمام؟ يبقى أنا كده عندي 3 طرق أو أدوات عشان تخليني أحدد. يبقى أنا النهاردة عرفت الجهات الأصلية والجهات الفرعية، وعرفت ال3 طرق والأدوات اللي بتخليني أحدد الجهات. عرفت الشمس بتشرق منين وبتغرب منين. عرفت النجم القطبي الشمالي أول ما بيظهر يبقى كده أنا واقف ناحية الشمال. عرفت البوصلة إن هي عبارة عن أداة كده وفيها إبرة مغناطيسية، أول ما تثبت يبقى أنا كده واقف اتجاه الشمال. وعندي برضو البوصلة الرقمية إن هي حاجة أحدث شوية اللي هي موجودة على موبايلاتنا، ودي علشان تحدد لنا الاتجاهات بسرعة ودقة أكبر. تمام؟ هو ده ايه؟ الدرس الاول في الدراسات الاجتماعية. في الاخر هنقول ايه مع ميس ريهام؟ هبسطها لك. باي.